تعالوا نشوف ازاي يقدر الزمالك يفوز بالكونفدرالية الأفريقية. وعلشان نجاوب على السؤال ده هنحتاج نتكلم في جزء فني وجزء نفسي، وهنبتدي بالجزء الفني. مبدئيا نهضة بركان كان نازل المباراة مركز على اندفاع وتهور مدافعين الزمالك في الالتحامات، وبالفعل قدروا ياخدوا 21 مخالفة وركلة جزاء مع ادعاءات سقوط كتير جدا من لعيبة نهضة بركان داخل 18 نادي الزمالك. وبالفعل أحرزوا هدفين، واحد من ركلة جزاء والتاني من ركلة ثابتة. تاني حاجة تمركز عواد ورقابة لعيبة الزمالك لمهاجمين نهضة بركان في الضربات الثابتة ما كانتش في أفضل شكل، وبالتالي تقليل المخالفات على حدود المنطقة والتركيز في الرقابة والتمركز هيقلل كتير من خطورة نهضة بركان. تالت حاجة نتيجة الذهاب مع إنها مش كارثية ولكنها تظل في مصلحة نهضة بركان، فالسيناريو الأوقع هيبقى تكتل